السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم دشان حسن دشان، ومعادنا في حلقة جديدة من حلقات اللي بسجلها فارماتيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهاردة هي الحلقة رقم 68 بداية من فارماتيوب، حلقة رقم 7 بداية من شابتر جي اي تي. حلقتنا النهاردة هي آخر حلقة لينا وآخر موضوع لينا هنشرحه في شابتر جي اي تي. ابتدينا مع بعض شابتر جي اي تي وشرحنا مع بعض كده واتفقنا ان احنا هنتكلم عن المواضيع بتاعة الجي اي تي، ولكن هنستبعد موضوع الليفر ديزيزز، امراض الكبد. قلنا ده ليه شابتر منفصل هنشرحه بعدين ان شاء الله في شابتر منفصل مع الكدني ديزيزز. يبقى احنا كده استبعدنا الليفر ديزيزز، المفروض ان هي تتشرح في الجي اي تي، وقلنا هنشرح باقي واشهر مواضيع الجي اي تي بعد كده. ابتدينا مع بعض في اول حلقه وشرحنا فيها الجارد اللي هو الجاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز. تاني حلقه شرحنا فيها البيبتيك ألسر ديزيز. تالت حلقه شرحنا فيها نوزيا وفومتنج. رابع حلقه شرحنا فيها الدايريا والكونستيبيشن. خامس حلقه شرحنا فيها الاريتابل باول سيندروم اي بي اس. سادس حلقه ودي كانت الحلقه الماضيه شرحنا فيها الانفلاماتوري باول ديزيز اي بي دي. النهارده بقى مش في عضو كده مش عايزين ننساه بيشارك معانا في العمليه الهضميه، وهو عضو البنكرياس. بيحصل فيه حاله كده انفلاميشن بنقول عليها بنكرياتايتس. ايضا في حاجه كده بسيطه عايزين نشرحها مش عايزين ننساها، اللي هي حصوات المراريه وهي الجول ستونز، وده موضوع حديثنا النهارده. موضوعنا النهارده يا جماعه وحلقتنا النهارده ان شاء الله حلقه بسيطه جدا، ومعلوماتها هنحاول نبسطها لكم ونفهمها بشكل بسيط جدا، ولكن من المواضيع اللي ناس كتير يعني بتقلشها كده ما بتدرسهاش. ولكن دول حاجتين مهمين جدا في الجهاز الهضمي، والبنكرياتايتس من الحاجات الخطيره، والجول ستونز ايضا من الحاجات الخطيره، والاثنين بيعتبروا من امراض الجهاز الهضمي. يعني ده اللي احنا هنشوفه النهارده، وان شاء الله الحلقه بسيطه ووقتها يبقى بسيط والمعلومات اللي فيها بسيطه ما هياش صعبه. بنكرياتايتس. اولا احنا عايزين نعرف يعني ايه بنكرياس، عضو البنكرياس مكانه فين وشكله ايه وكده الكلام ده كله. بصوا يا جماعه، احنا اتفقنا اللي بيشارك في الجهاز ده كل اللي الشكل اللي قصادنا دي الاعضاء الاورجنز اللي بتشارك في الجهاز الهضمي كلها. الليفر ده اكبر عضو عندنا، وعندنا هنا الاستومك وهنا المريء. واحنا اتكلمنا بقى على الامراض بتاعه المريء والاستومك والانتستين والكلام ده كله. والليفر قلنا نستبعده. يبقى احنا دلوقتي عندنا اعضاء اخرى لسه ما اتكلمناش عليها، وهو البنكرياس، وده بيقع مكانه خلف الاستومك في الباك كده في النص، ولكن خلف الاستومك. وعندنا هنا الجول بلادر اللي هي الجول بلادر اللي هي المراره دي اللي موجوده في الليفر دي، ليها هنا كده ضغط كده بتفرز عصارتها في الديودينم في الاثنى عشر، وده اول مكان في السمول انتستين. وعندنا هنا البنكرياس اللي بيقع خلف الاستومك، وده بيبقى شبيه او شبه كده ورقة الشجر، بيبقى عبارة عن هيد وبادي وتيل. وده كده بيبقى فيه ضغط كده من الاول للاخر بيصب فيه قنوات هنا بتصب في الضغط دي. في النهايه الضغط دي بتصب هنا في الديودينم مع البايل داكت. الاثنين دول بنكرياتيك داكت والبايل داكت بيلتقوا هنا مع بعض. لذلك من ضمن اسباب الاكيوت بنكرياتايتس وهو التهاب البنكرياس الحاد، لو تكون حصوات مراريه في الداكت دي فهو هيقفل لي البنكرياتيك داكت دي وهيعمل احتباس هنا وانفلاميشن في المكان ده، فهيسبب حاله بنقول عليها اكيوت بنكرياتايتس. ودي اشهر اسباب الاكيوت بنكرياتايتس، هو تكوين حصوات مراريه وتعمل غلق للبنكرياتيك داكت. الاعضاء دي يا جماعه كلها بتشارك في هضم الطعام مع الجهاز الهضمي. في عصاره بتفرز من البنكرياس عباره عن انزيمز بنقول عليها البنكرياتيك جوس، بتفرز من الخلايا دي في الضغط دي في الاثنى عشر، وتساعد على هضم الطعام مع الاكل كده. الواحد لما ياكل العصاره تبدا تفرز وتعمل، فيبدا يساعد على هضم الطعام في وجود الايه بعد ما ينزل في السمول انتستين يبدا ان هو يحصل هضم للطعام عشان يتم اخراج الفضلات بشكل ايه بدون ما يحصل فيه مشاكل. هنا بقى لو حصل فيه مشاكل، لو حصل فيه انفلاميشن في البنكرياس، فانا عندي هنا مشكله. المشكله دي ان هيحصل مشاكل في الهضم طبعا، واعراض اخرى هتظهر. ده اللي محور حديثنا هنتكلم عليه النهارده. المشكله الاخرى في حديثنا وفي حلقتنا النهارده ان احنا نتكلم على الحصوات المراريه اللي بتتكون في الجول بلادر. تعالوا بينا نتكلم اوفر فيو عن اول موضوع لينا وهو البنكرياتايتس. البنكرياس من ضمن الاعضاء الكبيره، وده بيقع خلف الاستومك وبيساعد في هضم الطعام. بنكرياتايتس يعني ايه؟ كلمه ايتس دي يعني انفلاميشن من وجاي والبنكرياس، يبقى انا عندي انفلاميشن في البنكرياس. عندي نوعين رئيسيين في البنكرياتايتس، عندي الاكيوت بنكرياتايتس والكرونيك بنكرياتايتس. الاكيوت بنكرياتايتس ده الالتهاب البنكرياس الحاد، ده بيستمر لمده ايام. الكرونيك بنكرياتايتس ده بيستمر لسنوات.
الموست كومن ساينز والسيمتومز في البنكرياتايتس ان يبقى فيه بين يا جماعه، والبين ده زي ما يكون كده الواحد حاسس بين في المنطقه كده العلويه من البطن كده، مع نوزيا وفوميتنج. والبين ده ساعات بيمتد كده بيذهب الى الخلف، فبيبقى مسمع في الظهر وبيبقى سيفير. لذلك ليه مسمع في الظهر؟ لانه البنكرياس بيقع خلف الاستمك، بيقع في المنطقه الخلفيه. اشهر اسباب حدوث الاكيوت بنكرياتايتس ان يحصل فيه جول ستونز اللي هي الحصوات المراريه، واحنا هنفسرها دلوقتي، لسه هنفسرها، او الناس اللي بتشرب كحولات بشكل كبير وبشكل هيفي. طيب عندنا في احصائيه كده في 2013 حوالي 17 مليون حاله من حالات البنكرياتايتس، ومنهم 123 ألف حالة وفاة. دي كده اوفر فيو عن البنكرياتايتس. البنكرياتايتس قبل ما نتكلم لازم الأول نعرف شوية فيسيولوجي، لازم نعرف البنكرياس ده أصلا وظيفته إيه. البنكرياس يا جماعة ليه وظيفتين مهمين جدا، أو نوعين من أنواع الخلايا. خلايا بنقول عليها اكسوكراين سيلز، أو ممكن نقول اكسوكراين فانكشن، وظيفة اكسوكراين ووظيفة اندوكراين. الوظيفة الاندوكراين ده مش محور حديثنا في حلقتنا النهاردة، لأن ده اندوكراين جاي هنتكلم عليه في شابتر الاندوكراين، في ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الانسولين والجلوكاجون هنتكلم عليه في هذا الشابتر. اما الوظيفه اللي هتكلم عليها النهارده هي الوظيفه الاكسوكراين. يبقى انا عندي البنكرياس وظيفته وظيفتين رئيسيتين، اكسوكراين فانكشن واندوكراين فانكشن. لان البنكرياس ده فيه نوعين من الخلايا، او الخلايا، فيه خلايا اكسوكراين واندوكراين. يعني ايه اكسوكراين ويعني ايه اندوكراين اصلا؟ كلمه اكسوكراين يعني افراز الخليه بيتم في وسط غير الدم، في مثلا جوار محيط، او في الانتستين او اي حاجه. يعني افراز الخليه، الافرازات دي بتفرز في مكان خارج البلاد ستريم. اما الاندوكراين ان الافرازات دايركت كده بتفرز في البلاد فيزلز او البلاد ستريم اللي هي الدوره الدمويه. ده بالنسبه لكلمه المصطلح بتاع اكسوكراين وكلمه اندوكراين. فانا من المصطلح ده هقدر اعرف الوظيفتين. يبقى انا عندي اكسوكراين فانكشن واندوكراين فانكشن. تعالوا بينا نتكلم على الاكسوكراين اللي هي محور حديثنا النهارده. دي الخلايا يا جماعه، الاكسوكراين سيلز دي مش لازم نعرف اسمها ايه، ولكن كلها بتصب كده في داكت اللي هي البنكرياتيك داكت دي، وبعدين تبدا تفرز في الديودينم اللي هو اول جزء في الامعاء. هنا بيفرز عصاره او انزيمز كده بنقول عليها البنكرياتيك جوس، واللي بتساعد في هضم الطعام. وده محور حديثنا النهارده. شايفين الجول بلادر اللي هي المراره هنا، لو اتكون فيها حصوات هنا في المكان ده هتعمل بلوك للبنكرياتيك داكت هنا. فده بقول لك من اشهر اسباب الاكيوت بنكرياتايتس ان يتكون فيه حصوات مراريه، فيعمل بلوك للداكت دي الوظيفه اللي انا هتكلم فيها. اما الوظيفه الثانيه بقى وهي الاندوكراين فانكشن، ان في خلايا اخرى غير الخلايا دي في البنكرياس بتفرز كده هرمونز في دايركت كده في البلاد ستريم او في الدم. الهرمونز دي هي هو الانسولين والجلوكاجون، والاثنين بيتحكموا في البلاد جلوكوز ليفل. دي وظيفه اندوكراين، دي وظيفه اكسوكراين، ودي وظائف البنكرياس قبل ما نتكلم على كلمه بنكرياتايتس. احنا اتكلمنا النهارده وقلنا ان موضوعنا هو ان احنا هنتكلم على الوظيفه الهضميه للبنكرياس اللي هو البنكرياتيك جوز. العصاره البنكرياسيه دي بتحتوي على ايه بالظبط؟ بتحتوي على انزيمز. الانزيمز دي بتساعد في هضم الطعام، والطعام بيتكون من 3 حاجات: بروتين وفات وكربوهيدرات. يبقى انا عندي انزيمز هتهضم البروتين وتكسر الروابط بتاعه البروتين، وانزيمز هتعمل هضم وتساعد في هضم الدهون، وانزيمز هتساعد في هضم الكربوهيدرات. ما هي هذه الانزيمز؟ اشهرهم اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي اللي بيبقوا في العصاره البنكرياسيه. عندنا حاجه اسمها تريبسينوجين. التريبسينوجين ده هو البريكيرسور بتاع التريبسين. يعني التريبسين بيجي من التريبسينوجين، والتريبسين هنا هو اللي بيشتغل بيعمل ايه؟ بيساعد على هضم البروتين، بيعمل حاجه اسمها بروتيولايزس. طب بيساعد ازاي؟ المفروض في تفاصيل اكتر من كده. المفروض ان انا اقول لك بيكسر الروابط الاتيه في البروتين، في الاستراكشر بتاع البروتين، وده بيكسر الروابط الاتيه. فدي المفروض تفاصيل مش لازم انك تعرفها في موضوعنا النهارده، ولكن تعرف ان بيكسر البروتين. عندنا حاجه اسمها كيموتريبسينوجين، وده البريكيرسور فورم من الكيموتريبسين. والكيموتريبسين وظائفه ايضا ان هو بيعمل هيدروليسيس للبروتينز. يبقى انا عندي دلوقتي التريبسين والكيموتريبسين. لو نفتكر كده مع بعض واحنا واقفين في الصيدليه هنلاقي في بعض البرودكتس بتحتوي على التريبسين والكيموتريبسين علشان تستخدم في الاديمه اللي جايه من الانفلاميشن.
في كده منتجات في الصيدليه بتحتوي على التريبسين والكيموتريبسين علشان يتم استخدامهم للاورام اللي بتبقى ناتجه من الانفلاميشن، لان الاورام دي بيبقى فيه بروتينز كده متكونه فيها، وهنا لو استخدمت التريبسين والكيموتريبسين هيعمل ايه؟ هيدروليسيس للبروتين دي، فيبدا يصرف الورم ويساعد في ان الورم ده يخف. طيب عندنا انزيمز اخرى، ايوه، ايه هي؟ الاستيز ده بيعمل هيدروليسيس ايضا للبروتينز، والكربوكسي بيبتايديز ايضا بيعمل هيدروليسيس للبروتينز، يبقى اللي فات ده كله بيعمل هيدروليسيس للبروتينز. نيجي بقى لحاجه ثانيه اللي هو البنكرياتيك لايبيز، وده بيعمل هيدروليسيس للفاتس اللي هي الليبيدز. عند النيوكلييز ويعمل هيدروليسيس للنيوكليك اسيد. عند البنكرياتيك اميليز وده بيعمل هيدروليسيس للكربوهيدرات. يبقى انا دلوقتي عندي انزيمز بتعمل هيدروليسيس للبروتينز، وانزيمز بتعمل هيدروليسيس للفاتس، وايضا انزيم للنيوكليك اسيد، وايضا انزيم للكربوهيدرات، ودي اشهر الانزيمز اللي بتخرج في او بالكميات الكبيره اللي بتخرج من البنكرياتيك جوس للمساعده في هضم الطعام. نيجي بقى ندخل في حديثنا اللي هو ايه؟ اللي هو البنكرياتايتس، وقلنا ان احنا هنقسمه لحاجتين، اكيوت وكرونيك. تعالوا بينا نبدا بالاكيوت بنكرياتايتس. اول حاجه معايا هي الاكيوت بنكرياتايتس. الاكيوت بنكرياتايتس اللي بيبقى فيه انفلاميشن في البنكرياس، بيتراوح السيفيريتي بتاعته ما بين مايلد الى سيفير، وبيبقى في بينفول، وفي بعض الاوقات بيكون مميت. في الاكيوت بنكرياتايتس بيحصل فقدان للوظيفه الاكسوكراين فقط، وفي الغالب بيبقى ريفيرسبل، يعني الشخص لما يحصل له ريكفري من الاكيوت بنكرياتايتس بتبدا الوظيفه الاكسوكراين ترجع طبيعيه مره اخرى. هنا بقى عكس الكرونيك بنكرياتايتس. الكرونيك بنكرياتايتس يا جماعه الشخص بيفقد وظيفتين، الاكسوكراين فانكشن والاندوكراين فانكشن، وفي الغالب بتبقى irreversible، ده في الكرونيك بنكرياتايتس. طيب الاكيوت بنكرياتايتس الاعراض بتبقى ايه؟ بتبقى عباره عن تيبيكال سيمبتومز، عباره عن ايه؟ الابدومينال بين، نوزيا، فوميتنج، جوندس، فيفر. جوندس هنا لان في هنا مشكله ايضا حصلت مع المشكله بتاعت البنكرياس في الليفر، فابتدى الشخص يحصل له ايه؟ اعراض اللي هي الصفرة، وبتبقى فيفر. طب بيحصل فيه ايه هي المراحل بتاعت الاكيوت بنكرياتايتس؟ مرحلتين، مرحله ايرلي ومرحله ليت. الايرلي بتظهر في خلال الاسبوع الاول، الليت بتظهر بعد الاسبوع الاول. المرحله الاولى وهي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها حاجه اسمها سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، اس اي ار اس، مع الاورجان دامج اللي هو البنكرياس بيحصل له دامج. سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم دي بتظهر، ممكن تظهر في حالات من حالات الانفلاميشن زي البنكرياتايتس. ايه هي الاس اي ار اس دي؟ الاس اي ار اس دي عشان يشخصوها لازم الشخص يبقى عنده حاجتين او اكتر من الحاجات اللي هنقولها دلوقتي. الاس اي ار اس زي ايه؟ زي الحاجات اللي هنقولها دلوقتي، تبقى عباره عن خليط من الاعراض السيستميك كده، زي ايه؟ مجموعه من الاعراض بتظهر على الشخص كده، زي في كده عندي مشكله حصلت انفلاميشن، فابتدى يظهر لي اكتر من عرض مع بعض على حاله الشخص الصحيه. اول حاجه درجه الحراره. درجه الحراره بتاعته لو اكتر ممكن تبقى اكتر من 38 او اقل من 36. مش عايز اقول فيفر دي يعني معناها اكتر من 38، لا، انا درجه الحراره لا اما اقل من تحت، يعني تحت ال 36، يبقى الراجل ده درجه حرارته بارد، وممكن يبقى سخن اللي هي اعلى من ده ايه؟ درجه سواء كده او كده. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الهارت ريت 90 دقه، اكتر من 90 دقه في الدقيقه. الريسبيراتوري ريت اكتر من 20 في الدقيقه. او لو جينا نشوف الارتيريال بارشال بريشر بتاع الكربون دايوكسيد اللي اقل من 32، اللي بيبقى عنده لو جه عمل تحليل سي بي سي بنلاقي الوايت بلاد سيلز كاونت عنده بتبقى غير طبيعيه. لو عنده اثنين او اكتر من الحاجات دي الشخص ده بنقول عليه اس اي ار اس، عنده اللي هو سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. طب ايه هي بقى المرحله الليت اللي هي بتظهر في بعد الاسبوع الاول؟ بيحصل فيه لوكال كومبليكيشنز بقى، ممكن يحصل نيكروزز، هيموريج، ممكن يحصل سودوسيست، ابسس، انفكشن في البنكرياس. عندي بقى في بيظهر حاجه اسمها سيستميك كومبليكيشنز. سيستميك كومبليكيشن الاس اي ار اس تبدا تزيد معاه، يحصل له اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، شوك، واورجان فيلر، ممكن يؤدي الى وفاه هذا الشخص. دي اللي هي الاكيوت بنكرياتايتس. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه هي المين كوزز بتاعه الاكيوت بنكرياتايتس، بتحصل ازاي. اول حاجه يا جماعه وهو اللينج تورم الكحول ابيوز، الشخص بيشرب كحولات كتير. الحاجه الثانيه والاشهر بقى بتحصل هي الجول ستونز، ودول اشهر حاجتين يا جماعه. الاثنين دول شرب الكحولات لفتره كبيره مع كميات كبيره، وحصوات مراريه. الاثنين دول اكتر حاجتين بيعملوا لي اكيوت بنكرياتايتس. طب تعالوا بينا نشوف كده الرسمه اللي بتوضح لي دي الحصوات المراريه اللي متكونه في الجول بلادر، ابتدت هنا تنزل هنا وتعمل بلوك هنا لايه؟ للحاجتين. العصاره الصفراويه
تمام، وبتعمل بلوك للعصاره البنكرياسيه. فلما عملت بلوك عملت لي هنا انفلاميشن وابتدت تعمل انفلاميشن، فعملت لي ايه؟ اكيوت بنكرياتيتس. ودي من الحاجات المشهوره زيها زي الايه؟ الالكول ابيوز. ده طبعا في المجتمعات الغربيه الاثنين دول اشهر حالتين للاكيوت بنكرياتيتس. في حاجات تانية، في ادويه، في ادويه زي ايه؟ زي دواء اللي هو دايدانوزين. ده من الادويه بتاعت اللي بتستخدم في الايدز. اسبراجينيز، ده انزيم بيستخدم في صناعه الطعام وصناعه الادويه. ازاسايبرين وميركابتوبرين، ده يعني شرحناه في الحلقه اللي فاتت من الحاجات الاميونوميديليتور. فالبرويك اسيد، ده انتيبليبتيك دايوريتك زي الفيروسمايد والهيدروكلوروثيازايد. الاكزاناتايد ده حاجه كده اسمها جلوكاجون لايك 1 بيبتايد، اللي هو زي الحاجات بتاعت ادويه السكر. بنتاميدين، دي حاجه انتي ميكروبيال. الميثالامين والسلفا سالازين، ده شرحناه في الحلقه اللي فاتت، اللي هي الفايف امينو ساليسيليتس، اللي هي الامينو ساليسيليتس بتاعت الانفلاماتوري باول ديزيز. الاستروجينز، تتراسايكلين وترايميثوبرين والسلفاميثوكسازول والسيتاجليبتين. السيتاجليبتين ده برضه ايضا دواء من ادويه الايه؟ السكر. نيجي بقى نتكلم دي الادويه اللي ممكن تعمل اكيوت بانكرياتايتس. في حاجه تانية ممكن تعمل اكيوت بانكرياتايتس زي البوست اندوسكوبيك ريتروجريد كل انجيو بانكرياتوجرافي. يعني ايه؟ في كده زي بيعملوا ايه؟ المنظار ده بيجيبوه هنا لغايه هنا، وبيطلعوا منه كده زي ايه؟ قسطره، وتبدا تخش هنا وبتحقن مواد عشان يبداوا يشخصوا فيها حاجات معينه. فاثناء العمليه دي ممكن يحصل في اثناء عمليه المنظار دي ممكن يحصل فيه حاجه اسمها الايه؟ الاكيوت بانكرياتايتس. السبب رقم 5، ممكن الشخص يبقى عنده ترايجليسرايدز عاليه قوي، هايبر ترايجليسرايديميا. ترايجليسرايدز عاليه قوي اكتر من 1000 مللي جرام بالديسيليتر، فممكن يؤدي الى اكيوت بانكرياتايتس. ممكن يبقى السبب ايديوباثيك، ممكن يبقى السبب في مشكله في الستراكشر ابنورماليتيز عنده في الانسجه، في عنده تراما، في عنده اسكيميا، في توكسين زي السم اللي هو بتاع العقرب، ممكن يؤدي الى اكيوت بانكرياتايتس. دي كلها اسباب اخرى ولكن مش مشهوره زي اول سببين. نيجي دي بقى الاسباب اللي هي الكوزز. نيجي نتكلم على السيفيريتي يا جماعه، بتتراوح ما بين مايلد لمودريت لسيفير. المايلد ما بيبقاش فيه اورجان فيلر او ما فيش لوكال كومبليكيشنز زي ما قلنا واتكلمنا ايه هي اللوكال كومبليكيشنز، او ايه هي يعني ما فيش فشل في العضو او في لوكال كومبليكيشنز. طيب المودريت بقى بيبقى فيه لوكال كومبليكيشنز، وبيبقى فيه الاورجان فيلر بيبقى ترانزيت، بيبقى اقل من 48 ساعه ويرجع بيحصل له يشتغل مره ثانيه. السيفير بقى بيبقى بريزيستنت اورجان فيلر. دي التشخيص ازاي اقول الشخص ده مايلد او مودريت او سيفير. نيجي بقى نتكلم على الدياجنوزس. اتنين او اكتر من الاتي هقدر اشخص الشخص ده كاكيوت بانكرياتايتس. اول حاجه عنده ابدومينال بين. تاني حاجه هقيس السيرم ليبيز عنده، هلاقيه اكتر 3 اضعاف من الطبيعي، هاجي اعمل له اشعه الترا ساوند او سي تي، هلاقيها مش في مشكله عندي في البنكرياس. عندي حاجتين او اكتر من الثلاثه دول، يبقى انا عندي دلوقتي دايجنوزس واقدر اقول ان ده اكيوت بانكرياتايتس، والطبيب هيبدا يشخصه. نيجي بقى نتكلم يا جماعه على الحاجه الثانيه وهي الكرونيك بانكرياتايتس. الكرونيك بقى بتبقى irreversible يا جماعه، بيبقى في خلل في وظيفي وفي الشكل بتاعه. بيحصل بقى الشكل البنكرياس الطبيعي بيبدا بيحصل له بقى زي كده ايه؟ زي شكل السيروزس كده بتاع الليفر، بيبدا يحصل له خلل في الشكل وخلل في الوظيفه، وبيبقى irreversible، ما بيرجعش تاني يرجع يشتغل طبيعي مره اخرى. وبيبقى الوظيفتين بقى يا جماعه، الوظيفه اللي هي الاكسوكراين والوظيفه الاندوكراين، وده بيبقى الشخص عنده انفلاميشن بيبقى بيستمر معاه لسنوات عديده، خلاص بيبقى سنوات عديده. طيب الاعراض بتبقى ايه؟ عنده ابدومينال بين بيبقى كرونيك، وعنده حاجه اسمها ستيتورهيا دي يعني البراز بتاعه بيبقى سهال ولكن فيه ليبيد وفيه فاتس. عنده ويت لوس، عنده جوندس، عنده هايبر جلايسيميا. ليه؟ لان الشخص ده عنده مشكله ايضا في الاندوكراين، الوظيفه الاندوكراين بتاعه البنكرياس. نيجي بقى نتكلم على الكومبليكيشنز. الانسجه بتاعه البنكرياس مش انا قلت لكم بيحصل خلل في الاستراكشر بقى، يبدا يتكون سودوسيستس كده في زي اكياس كده موجوده في الاغشيه بتاعه البنكرياس. يحصل فيه كالسيفيكيشن داخل الاغشيه، في زي حاجات كده بتبقى ناشفه وماسكه جامده كده زي كالسيفيكيشن كده، يعني الخليه نفسها بيحصل لها كالسيفيكيشن وبتبدا تبقى ناشفه. ممكن يحصل اسايتس، ممكن يحصل بايلري ستريكشر.
بايلر ستريكشر دي يا جماعه اللي هو البايلري داكت بتبقى ممكن تكتم او تبقى ايه ضيقه وما بتعديش العصاره بشكل كويس. دي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل، ده ناتج عن ان حصل خلل في الاستراكشر اثناء الانفلاميشن الكرونيك. ده بتبدا يغير من شكل الانسجه ويفقد طبعا من الوظائف بتاعتها كلها. طب ايه هي الريسك فاكتورز بقى، العوامل اللي ممكن تؤدي الى كرونيك بانكرياتايتس؟ مختصرينها كده، والاختصار ده مشهور قوي اللي هو ام ده اللي هو مالتيبل ريسك فاكتورز، اللي هي بقى الريسك فاكتورز دي ممكن تبقى اكتر من ريسك فاكتورز مع بعض يعني. والايه اللي هو الالكول كونسامشن، والان دي اللي هي النيكوتين، والان الثانيه نيوتريشنال فاكتور، واحد بياكل هاي فات والبروتين وعنده هايبر ليبيديميا. الاتش دي بيبقى ده سبب وراثي. الاي اللي هي افرنت داكت فاكتورز، يعني في مشاكل في الدكت نفسها، العصراء اللي هي الدكت نفسها بتاعت البنكرياس. الاي دي الاي دي اللي هي immunologic فاكتورز، هي بقى اسباب مناعيه. الام اللي هي بتبقى حاجات بقى منوعه مسيلينيوس وفاكتورز ثانيه زي الادويه والحاجات دي. دي يعني كده اختصار للريسك فاكتورز. لو عملنا الدايجنوزس يا جماعه، يبقى انا عندي دلوقتي في اعراض وهبدا اقيس السيرم لايبيز، ممكن يبقى نورمال والهايبر غير بقى الاكيوت بيبقى السيرم لايبيز اكتر 3 اضعاف من المره، ده بيبقى نورمال في هايبر جلايسيميا. وعندي الالبومين بتاعي يبقى لو، وممكن يبقى البري البومين اللي هو قبل ما يعني البري البومين ده بيتحول لالبومين، هاجي اقيس البري البومين هلاقيه موجود ويبقى موجود. ده بالنسبه للتحاليل بس. الكلام ده كله هيتعرف بقى طبعا، مش هيتشخص غير بالاشعه، يعملوا سي تي سكان، فبيبقى في عندي هنا لما يجي يشوفوا في الاشعه هيلاقوا في سودوسيست والكالسيفيكيشن بتاع الخلايا ده، فبالتالي هيبداوا ان هم يشخصوه في البنكرياس، هيعملوا اشعه هيلاقوا في عضو البنكرياس نفس السودوسيست والكالسيفيكيشن، فده يبقى ايه؟ كرونيك بانكرياتايتس. ده يا جماعه التشخيص بتاع الكرونيك بانكرياتايتس. يبقى انا اتكلمت دلوقتي على اكيوت بانكرياتايتس والكرونيك بانكرياتايتس. تعالوا بينا بقى نتكلم على العلاجات، هنتكلم على التريتمنت استراتيجيز بتاعه الاكيوت بانكرياتايتس ازاي هنتصرف معاه، والكرونيك بانكرياتايتس ازاي هنتصرف معاه، وبعدين هنتكلم على الجول ستونز وكده. يبقى احنا انتهينا من حلقه النهارده. تعالوا بينا نشوف التريتمنت استراتيجيز. تريتمنت استراتيجيز في الاكيوت بانكرياتايتس. بصوا يا جماعه، في الهدف ان انا اعالج الاكيوت بانكرياتايتس بيبقى سبورتيف، ان انا ادعمه، ان انا ادي له حاجات بقى دعم كده لغايه لما يحصل له ريكفري، وابدا ان انا المريض يبقى معايا في عنايه مركزه كده، يبداوا يشتغلوا معاه، وبيبداوا تحت رعايه في المستشفى، يفضل كده في لمده ايام تحت رعايه، ويبداوا ان هم يعملوا له ايه؟ علاج سبورتيف عشان يحصل له ريكفري. اما الكرونيك بقى لا، العلاج هيبقى سيمبتوماتيك، لما يبقى في اعراض بيعالجوا الايه؟ الاعراض دي، يبقى علاج سيمبتوماتيك وبيستمر عليه الشخص. طيب في حاله الاكيوت بانكرياتايتس، الشخص ده بيبقى كده في احتمال ان هو ممكن يحصل له مضاعفات خطيره، وممكن الشخص ده يموت. الكرونيك بانكرياتايتس الاعراض بتبقى ايه؟ بتبدا تستمر واحده واحده معاه، بيبقى هم عارفينها، بيبدا ان هو ياخد الادويه، وبيبدا ان هو اي عرض يظهر او الاعراض بيبدا ان هم يدوا له الادويه بتاعته، بيبقى ما فيش خطوره قوي على حياته بشكل سريع يعني. انما الاكيوت بيبقى فيه خطوره في الاوقات اللي بيحصل له فيها الاكيوت بانكرياتايتس. اول حاجه بيعملوها ايه؟ دي بقى الجايد لاينز كده مع الاختصار بتاعها والسمري بتاعها. اول حاجه بيبعدوا عنه السبب، لو في سبب حصوات مراريه على طول بيشيلوها، بيشيلوا المراره، بيعملوا اول حاجه يشوفوا السبب ايه ويبداوا ان هم يبعدوه او لان سمح الامر. تاني حاجه الريهيدريشن ثيرابي، لازم يحطوه طبعا في يدوا له اي في فلويدز، وفي الغالب بيدوا له لاكتيتد رينجر، ده الجرعه بتاعت اللاكتيتد رينجر، عشان بقى عنده مشاكل بقى في الالكترولايت ستيرمس، عنده هايبوكاليميا، هايبوكالسيميا، هايبرجليسيميا، يبدا ان هو يعمل ايه؟ كوريكت للحاجات دي. دي تاني حاجه. تالت حاجه يدوا له حاجه للالم، واحد بيصرخ عنده ابدومينال بين شديد جدا، ففي الغالب بيدوا له اي في ناركوتكس، يعني مورفين، فنتانيل، ولكن بيبعدوا عن الميبريدين. ليه بقى بيبعدوا عن الميبريدين؟ لان الميبريدين هو الناركوتكس عامه بتعمل اسبازم للسفنكتر بتاع الاودي ده اللي هو السفنكتر اللي هو يعني لو شفنا كده صوره مع بعض عشان برضو ايه اللي هو ده يا جماعه. السفنكتر ده هو بيعمل سبازم في الاسفنكتر ده، هم مش ناقصين مشكله اصلا، ممكن يبقى عنده حصوات عنده كتم هنا وكتم في الاسفنكتر ده، فهم مش عايزين مشاكل اكتر. الناركوتكس عامه بتعمل كده، ولكن الميبريدين ده بيعملها بشكل ملحوظ جدا، ولكن هم بذلك بيبعدوا عن الايه الميبريدين في كاستخدام كحاجه انالجيزك في الاكيوت بانكرياتايتس. طيب بيبداوا يدوا له انتي ايميتكس اللي هي حاجات للقيء، لان الراجل ده عنده قلنا الاعراض نوزيا فومتنج، فبيدوا له بقى زي الايه في الغالب الاوندانسترون، بيدوا له اي في، او بيدوا له حاجات ثانيه زي الكلوروبرازين والبروميثازين. دي حاجات كلها شرحناها في حاجات الايه الادويه بتاعت النوزيا فومتنج. النيوتريشن يا جماعه،
الشخص ده محتاج بقى ان هو ياكل، يديله الغذاء ازاي. لو هو مايلد بنكرياتايتس بيديله اورال فيدنج، الاكل عن طريق الاورال كده، لو ما فيش ترجيع. اما في السيفير بنكرياتايتس بيديله بقى عن طريق التيوب يا جماعه، الانترنال تيوب اللي هي الانترنال نيوتريشن، عشان يمنعوا الانفكشوس كومبليكيشنز بقى، فبيديله الطعام كده عن طريق التيوب دي. واصلا الشخص ده في اللي بيموته هو الانفكشن يا جماعه. في حاجه كده بيحصل نيكروزس في الانفكتد نيكروزس في البنكرياس. البنكرياس زي ما قلت ان احنا في الكومبليكيشنز بيعمل حاجه اسمها السودوسيست. السودوسيست دي بيحصل لها انفكشن، وبتبقى انفكتد سودوسيست، وبتعمل ابسس، بتعمل خراج، والخراج ده بيبقى بقى بيعمل البنكرياس بيبقى مليان الابسس دي. فهنا بتبقى الشخص ده مخدد، وده من الاسباب اللي هي بتؤدي الى وفاته، هو ان يحصل انفكشن في البنكرياس. لذلك بيستخدموا الانتي بايوتكس. والانتي بايوتكس في الغالب كده المفروض نوت ريكومندد، ولكن هم بيستخدموها في حالات الانفكتد نيكروزس، وكمان بيستخدموها في البروفيلاكسس. هو مش ريكومندد في البروفيلاكسس، بس كلهم على طول لما يجي اكيوت بنكرياتايتس على طول بيستخدموا انتي بايوتكس كبروفيلاكسس، عشان ما يحصلوش بقى انفكتد نيكروزس والسودوسيست دي يحصل لها انفكشن. بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا عائله حاجه من الكاربامينمز او الفلوروكينيرونز او الميترونيدازول، اي حاجه من الحاجات دي. ممكن ان هم بقى يستأصلوا المراره، فبيعملوا له بقى ليه بالمنظار، فممكن يعملوا اندوسكوبيك ريتروجريد كولو انجيو بانكرياتوجرافي. دي اللي هي العمليه اللي قلت لكم عليها، المنظار اللي بيوصل للمكان ده، ممكن هم يستأصلوها بيها، بس لما يعملوها هيستأصلوا المراره عشان ما يحصلش المشاكل اللي بتحصل بعد العمليه دي، اللي انا قلت دي من احد اسباب اصلا الاكيوت بانكرياتايتس. دي الخلاصه اللي بيتعاملوا بيها مع الاكيوت بانكرياتايتس. نيجي بقى نتكلم على الكرونيك بانكرياتايتس. كرونيك بانكرياتايتس هنا العلاج سيمبتوماتيك، هناك كان سبورتيف. هنا بقى الشخص ده هبعده عن الكحول على طول، كحولات، امنع كحولات، لان هو هيبدا ان انا مش عندي في المستشفى، ده هو هيجي لي وهو عنده كرونيك، فهو هيبدا يستمر معاه البنكرياتايتس، يستمر معاه فتره كبيره من حياته، فاقول له امنع الكحولات. خد حاجات للالم، عندي الم يا دكتور اعمل ايه؟ خد حاجات للالم، ممكن اعمل كومباينيشن بين النون ناركوتيك والناركوتيك. ممكن ياخد بقى حاجات اللي هي اللونج اكتنج، المورفين والاوكسيكودين والفينتانيل، او ممكن يستخدم الحاجات دي مع كومباينيشن مع البنكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي، هنتكلم عليه دلوقتي. ولكن مش هخليه ياخد اسيتامينوفين اللي هو البارستامول، لان الاسيتامينوفين يا جماعه لو هو اصلا واحد كحول فهيبقى عنده مشاكل في الليفر، هياخد اسيتامينوفين فهو يعمل له توكسيستي في الليفر على مدار كبير، وهياخد بقى بجرعات عاليه. دي كمعلومه مهمه قوي تعرفها. الانتي ايميتيك هياخد اورال بقى، ان هناك كنا بنقول اي في، لان اي في هو في عنايه مركزه وفي مستشفى ومحجوز في المستشفى. هنا ياخد بقى هيستمر عليها فتره طويله، فهو عنده ترجيع، ياخد اورال اوندانسترون، البرو كلوروبرومازين، بروميسازين. نيوتريشن، الغذاء بقى بتاع الشخص ده ايه؟ الهدف بتاعي ان انا ازود له الكالوريك انتيك، واعوضه عن النقص في الوزن، واقلل له الاستيتوريا اللي هي الاسهال الدهني. الشخص ده يا جماعه عنده نقص في البنكرياتيك جوز، فبالتالي ما عندوش الدهون ما بتمتصش كويس، فيديله الاسهال الدهني ده. البروتينات والدهون ايضا والكربوهيدرات وكل ده امتصاصه قليل، فيديله ايه؟ ويت لوس. فانا عايز اعوضه في الوزن واقلل له الاستيتوريا دي. الاستيتوريا ده عشان اقلله لازم ان انا اقلل له الاكل الفات هقلله. عنده مشكله في الفات سولوبل فيتامينز، لان الفات سولوبل فيتامينز بتدوب في الدهون وبتنزل، الدهون ما بتمتصش احسن فبتنزل، فهديله سبلمنت منها. ممكن اخليه ياخد الانترنال نيوتريشن، يعني النيوتريشن بتاعه ممكن يمشي عليه بقى لونج تيرم نيوتريشن انترنال او بارنترال نيوتريشن، ده ممكن يلزم في حاله اشخاص معينه من الكرونيك بانكرياتايتس. نيجي بقى نتكلم عن الهدف من شرحنا البنكرياتايتس يا جماعه في حلقتنا النهارده، ان احنا نتكلم عن حاجه مهمه قوي، وهي البنكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي. احنا دلوقتي بتوع فارما بنتكلم عن ادويه، ففي ادويه اسمها البنكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي، اللي هي الادويه التعويضيه للبنكرياتيك جوز، العصاره البنكرياسيه اللي فيها الانزيمز دي. الشخص ده عنده مشكله ونقص فيها، فقدروا ان هم يجيبوا الانزيمز دي ويعملوها في صوره دوائيه يتم استخدامها مع مين بقى؟ مش مع الاكيوت، مع الكرونيك بانكرياتايتس. هياخد رقم 5. رقم 5 هي ايه؟ بنكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي. وده سبب شرحنا للموضوع ده، ان احنا نشرح الادويه بتاعتنا اللي هي دي، ولكن عشان نشرحها لازم نشرح اللي احنا قلناه ده كله عشان نعرف يعني ايه اصلا بنكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي. قلنا الاكسوكراين بنكرياتيك انسفشنسي، الاكسوكراين اللي هي الاكسوكراين فانكشن، الوظيفه الاكسوكراين بتاعت البنكرياس عنده انسفشنسي فيها، عنده ضعف في الوظيفه دي، والبنكرياتيك جوس عنده قليله.
فدي بتبقى ناتجه من ايه؟ ممكن نتيجه من سيستيك فيبروزس، كرونيك بانكرياتايتس، او البنكرياتيك ريسكشن، اللي هو المشكله في الضغط دي وضعف في الفلو بتاعها وفي البنكرياتيك جوز فلو. طيب لو الضعف ده يا جماعه اقل من 10% من النورمال، يعني اقل من 10%، في الشخص ده عنده مشاكل عديده. يعني الشخص ده لو عنده ضعف في الافراز بتاع البنكرياتيك جوز اقل من 10% من النورمال، يعني يوصل 10% من النورمال، فده الشخص ده هيبقى عنده مشاكل في هضم الدهون والبروتين، وده هيديله بقى ايه اللي هو الاستيتوريا، اللي هي ايه الاسهال الدهني، ازيتوريا اللي هي الاسهال اللي فيه في اللي هو النيتروجين الكتير، اللي هو ناتج عن نقص في تحلل البروتين، وعنده مشكله في الفيتامين اللي هي الفات سولوبل فيتامينز، وهيبقى عنده ويت لوس. دي المشاكل اللي هتواجه هذا الشخص. فابتدوا بقى يجيبوا الانزيمز دي من الخارج، فعملوا بقى الايه البنكرياتيك انزيم برودكتس، المنتجات اللي بتحتوي على البنكرياتيك انزيم. جايبينها منين؟ جايبينها من البورساين. البورساين ده اللي هو الخنزير، البنكرياس بتاع الخنزير، مستخلصين منه الحاجات دي. مستخلصين منه 3 انزيمز، كل انزيم بيهضم حاجه. الاميليز عشان الكربوهيدرات، البروتيز عشان البروتين، واللايبيز عشان الدهون. فهم المنتجات كلها بتحتوي على الثلاثه انزيمز دي بنسب معينه، وكل منتج ليه نسب معينه متفاوته في النسبه في التركيزات، عشان تتراوح مع الاوزان المختلفه والفئات العمريه المختلفه اللي عندهم المشاكل دي. فالاف دي اي وافقت على 6 منتجات. الاف دي اي وافقت على 6 منتجات، هم دول ال6 منتجات الاف دي اي وافقت عليهم. كل منتج ليه اكتر من تركيز، والتركيز هنا بيتبني، والجرعات هنقول الجرعه كلها بتتبني على اللايبيز يونتس. دي اليونتس بتاعت اللايبيز في المنتج ده، اللي هو الكريون ده الكريون 3000، يعني هو بيعتمد على التركيز 3000، فهنلاقي مقابل ليه تركيز يعني بيمثله ان هو ده اضعف تركيز، فهيدينا اضعف تركيز في الاميليز يونت، واضعف تركيز في البروتيز يونت، وفي تركيز 6000 اللي هو الضعف، فهنلاقي هنا الضعف في الحاجات دي، وهكذا. دي تركيزات مختلفه في البرودكتس المختلفه دي. والبرودكتس دي يا جماعه كل واحد على حسب وزنه بياخد الجرعه بتاعته، وبياخد الحاجات دي قبل الاكل او مع الاكل. وليه في جرعه يعني في جرعه للاكلات اللي هي الوجبات اللي هي الفطار غدا عشاء، في اكل وسط الحاجات دي اللي هي السناكس اللي وسط الفطار والغدا عشاء، هنقول جرعته ايه بالظبط. دي يا جماعه المنتجات، ده اول 3 برودكتس، ودول ال3 برودكتس التانيين. ودي الدكتور طبعا لما بيشخص الكرونيك بانكرياتايتس بيبدا ان هو يشوف وزن الشخص ده ومحتاج قد ايه بالظبط، يبدا يوصف له البرودكتس المناسب ليه. الدوز كلها بتعتمد على اللايبيز كونتنت في البرودكت. الانيشال دوز 500 يونت بير كيلو جرام في الميل، يعني انا لو هو كل وجبه كده احسب له 500 يونت من لكل كيلو من جسمه في اللايبيز اللي هي محتوى اللايبيز. يعني مثلا هشوف انا دلوقتي هو وزنه مثلا 70، يبقى انا 70 في 500، هشوف كده 70 في 500، وابدا ان انا ايه احسبها على اللايبيز يا جماعه، بحسبها على قراءه اللايبيز، وبعدين بقى الممثل ليها ده بيبقى متناسب مع اللايبيز. يبقى انا دلوقتي بحسب على اللايبيز يونت. الدوز رينج يا جماعه من 500 ل 2500. ممكن ال 500 دي تبقى في واحد تاني تزيد لو على حسب الاكله برضه، ممكن الدكتور يفهمه لو اكله تقيله قوي واكله ممكن يزود له ايه الجرعه شويه. الماكسيمم دوز اهم حاجه ما يزيدش عن 10000 يونت لكل كيلو جرام في اليوم الكلي. الادلت دوز يا جماعه في الغالب كده ما بين 30000 ل 40000 يونت لكل وجبه. ويقول له ان انت قلل نص الوجبه دي في السنيكس، يعني نص الجرعه دي خدها لو هتاكل سنيكس، خدها في الجرعه. الادمنستريشن بتتاخد اورالي، حاجات بتتاخد اورالي ومحميه من العصاره الهضميه اللي في المعده. الحاجات دي كلها محميه وبيحصل لها ريليز في الانتستين، وممكن تتاخد على طول قبل الاكل على طول او مع الاكل. ممكن بقى الشخص لازم نعمل دوز مونيتورنج كل شويه كده، لو انا لازم اراقب الجرعه، لو انا ممكن ازودها في حاله الويت جين. لو واحد وزنه زاد فمش هينفع ياخد الجرعه القديمه، انا ازود له الجرعه كمان. لو واحد عنده استيتوريا لازم ان انا اقلل له الجرعه. الشخص ده يا جماعه بنصحه ان انا ادي له بروتين بامب انهبيتورز. البروتين بامب انهبيتورز ليه؟ عشان البروتين بامب انهبيتورز بتساعد شويه في الحاجات دي في الريسبونس لو الريسبونس عنده ضعيف. ليه؟ لان انا دلوقتي عندي حمض معدي ممكن تلاقيه بيكسر الانزيمز دي، فانا لو ادي له بروتين بامب انهبيتور فانا هقلل الحمض المعدي، فهحسن من الريسبونس بتاع الادويه دي، لان دي كلها انزيمز، والانزيمز دي احنا عارفين ان هي بتتكسر بحمض المعدي. اشهر الاعراض الجانبيه بتاعت الادويه دي يا جماعه نوزيا، ابدومينال كرامنج، الرجي، هايبر يوريكزيوريا، وهايبر يوريسيميا. اخر حاجه بقى ودي بتظهر مع الجرعات العاليه قوي، لذلك ما يزودش عن 10000 يونت في الكيلو جرام، اللي هو الفايبروزين كرونوباسي. حاجه بقى في الكولون كده بتبقى بيحصل فيه فايبروزس في الكولون. الستات الحوامل البريجنانسي، الحاجات دي كلها كاتيجوري سي. ده كده يا جماعه يبقى احنا اول موضوع معانا وهو البنكرياتايتس وانتهينا منه. ودي الادويه اللي احنا كنا عايزين نعرفها، لان دي منتجات ممكن انت تبقى تشوفها تبقى عارف ايه هو الاكيوت بنكرياتايتس والكرونيك بنكرياتايتس.
بعد كده ندخل للفقرة الثانية في حلقتنا النهاردة، هنتكلم فيها عن الجول ستونز. الجول ستونز وهي الحصوات المرارية. زي ما احنا شايفين في الصورة قصادنا، دي صورة مرارة اللي هي الجول بلادر، معمول لها استئصال جراحي وفاتحينها زي ما احنا شايفين، مليئة بالحصوات اللي هي الشبيهة بالزلط اللي هو لونه أصفر، ودي بنقول عليها الحصوات المرارية اللي هو من النوع الكوليسترول. نوع الكوليسترول اللي هو ترسيب فيها الكوليسترول. هنفهم الموضوع ده بالتدريج، ولكن في الأول عايزين نتكلم يعني إيه جول بلادر. جول بلادر ده يا جماعة هي زي كده حويصلة أو مكان. الحويصلة دي بتبقى موجودة وفيها سائل بنقول عليه البايل. البايل ده هو عبارة عن سائل فلويد بيحتوي على مكونات عديدة، بيحتوي على الووتر والإلكترولايتس وأورجانيك مولكيولز. الأورجانيك مولكيولز دي هي اللي بتدي الوظائف بتاعته، وأهمهم هو احتوائه على البايل أسيدز. البايل اسيدز، وكمان بيحتوي على الكوليسترول وفوسفوليبيدز، وبيحتوي على البيليروبين. ده المحتوى بتاع السائل اللي جوه الحويصله دي. السائل اسمه بايل، والبايل ده بيبقى عباره عن سائل بيحتوي على ووتر والالكترولايتس واورجانيك مولكيولز زي البايل اسيدز والكوليسترول والفوسفوليبيد والبيليروبين. والبايل اسيدز هي اللي بتدي الوظائف بتاعته. نيجي نتكلم على البايل فانكشن. البايل فانكشن عندي وظيفتين هنا، والوظيفه الاولى رقم واحد وهي المهمه، ان البايل اسيدز دي اللي من ضمن محتويات البايل بتساعد في هضم الدهون يا جماعه، واثناء هضم الدهون كمان بيبقى فيه فيتامينز كده بتدوب في الدهون، اللي هي فيتامين الفات سولوبل فيتامين اللي هي اي ودي واي وكي. الفيتامينز دي لما بتدوب في الدهون والبايل اسيد ده بيبقى موجود بيساعد في اذابه الدهون، فبالتالي الفيتامينز دي بيتم اذابتها والدهون بيتم اذابتها وبيتم امتصاصها كويس. عن طريق ايه؟ عن طريق زي فكره بالظبط الايمالسيفيكيشن، ان انت تعمل تحط ايمالسيفاينج ايجنت وتعمل ايمالشن. ايمالشن ده يعني ايه؟ هتفتت جزيئات الليبيد الى جزيئات صغيره جدا، وبعد كده هتساعد في امتصاصها، ان انت هتكون مايسلز، والمايسلز دي هيتم امتصاصها. دي فكره البايل. البايل بيعتبر سيرفاكتنت او بيعتبر ايمالسيفاينج ايجنت اللي هو البايل اسيدز. بايل اسيدز بتعتبر ايمالسيفاينج ايجنت او سيرفاكتنت، ان هي تساعد في ان الدهون دي تبقى جزيئات صغيره جدا جدا، وسيطه اللايبيز انزيم يتم امتصاصها بسهوله. ودي اهم وظيفه للبايل، ان يبقى في بايل اسيدز وتعمل الوظيفه دي. الحاجه الثانيه ان في ويست برودكتس زي البيليروبين، ناتج تكسير كرات الدم الحمراء، بيبقى فيه باليروبين. البيليروبين ده من ضمن اماكن خروجه ان هو بيخرج عن طريق البايل، بيبقى موجود يعني في البايل، والبايل كده كده بيفرز اثناء هضم الطعام، وبيتم خروجه عن طريق الفيسز. ده وظيفه رقم 2. طيب نيجي نتكلم على الجول بلادر بقى، اللي هي الحويصله نفسها، الحويصله المراريه. هي المكان اللي بيتخزن فيه البايل. ومهمه معلومه ثانيه عايز اقولها لك، ان الكوليسترول بيعتبر سولوبل في البايل. يعني ايه الكوليسترول؟ اللي هو بيدوب، بيبقى ذوبانيته كويسه في البايل. دي معلومه هخليها على جنب كده، لان الذوبانيه بتاعت الكوليسترول لما بتبدا تقل ويبقى فيه كوليسترول كتير قوي يبدا يترسب، ولما يترسب يعمل لي الحصوات المراريه اللي انا عايز اكلمك عليها. يبقى الجول بلادر هو المكان المخزن بتاع البايل، والكوليسترول من ضمن الاماكن اللي بيبقى سولوبل فيها، هو ان يبقى موجود في البايل، بيبقى سولوبل في البايل. نيجي نتكلم بقى على الجول ستون. الجول ستون دي الحصوه المراريه، ليها اسم اخر اللي هو كولي لايسايسيس. كولي لايسايسيس هو معناها حصوات مراريه بتساوي كلمه جول ستون. دي يا جماعه حصوات بتتكون داخل الجول بلادر، وحوالي 80% من المرضى بيبقى عندهم حصوات وما عندهمش اي اعراض، بتبقى اسيمبتوماتيك. يبقى 80% من المرضى بيبقى عندهم حصوات وعايشين عادي بدون اي معرفه الام او كده. يجي يعمل اشعه، الدكتور يقول له انت عندك حصوات في المراره، وهو بيبقى ما عندوش اي اعراض قبل كده، فتعرف ان هو عنده حصوات. يبقى ده نوع من الانواع اللي بنقول عليها اسيمبتوماتيك، وده عند 80% من الحالات. الجول ستونز يا جماعه، جول ستونز اللي بتكون انواع كثيره من الحصوات، ولكن اشهر نوع بيتكون فيه واغلب الانواع اللي هو النوع اللي هو الكوليسترول، بيبقى الغالب فيه النوع الكوليسترول. زياده الكوليسترول بيتكون ازاي؟ بيتكون ان فيه كوليسترول زياده قوي، والبايل سولتس بتبقى قليله. يبقى البايل سولتس بتبقى قليله والكوليسترول عالي، فبالتالي البايل سولتس دي، الكوليسترول اصلا هي بيدوب الكوليسترول، فبالتالي لو مش موجود بايل سولتس بكميه كافيه وفي كوليسترول عالي، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فيه تكوين بقى للحصوات. يبقى الكوليسترول هنا هيبقى انسولوبل، فهيتكون الحصوات دي. طب قول لي بقى الاعراض اللي ممكن تظهر عند بعض الحالات، لان انا قلت 80% اسيمبتوماتيك. طب ايه هي الاعراض اللي ممكن تظهر عند بعض الحالات ان يبقى عنده اعراض اللي هي الجول ستونز، او اعراض المشاكل بتاعه الجول بلادر؟ الاعراض يا جماعه مهمه قوي انك تعرفها وتركز فيها. بيبقى عنده بايلاري كوليك، اللي هو ايه؟ اللي هو المغص بتاع المراره، بنقول عليه مغص المراره او الم المراره. ده بيبقى عباره عن رايت ابر ابدومينال بين، وملونينها وحاطين كده تحت كلمه رايت خط، تحتين كلمه تحت ابر خطين وكلمه ابدومينال بين. يبقى الم في البطن فين؟
في المنطقه اليمنى العلويه. مهم قوي تعرف الحته دي. ألم في البطن في المنطقة اليمنى العلوية بعد ما ياكل أكلة دسمة بحوالي ساعة لأربع ساعات. بحوالي ساعة لأربع ساعات. يدخل عليك الصيدلية واحد يقول لك أنا لسه واكل أكلة دسمة وبعد ساعة أو ساعتين يا دكتور حاسس بألم في المنطقة في البطن في المنطقة العلوية في اليمنى العلوية. يبقى أنا دلوقتي أبدأ أشك إن يبقى عنده مشكلة أو عنده حصوات مرارية، وهنا لازم أبدأ أفكر وأتعامل معاه بسرعة. يبقى الألم هنا يا جماعة بيستمر من ساعة إلى 4 ساعات. طب لو استمر أكتر من 5 ساعات هنا يدخل في مضاعفات، وأول ما يدخل في مضاعفات هنا يبقى خطير جدا، لازم أدخله في الطوارئ أو أشوف له في العمليات الجراحية علشان أبدأ إن أنا ألحق الشخص ده. مهم قوي يا جماعه تعرف المعلومه دي. ما يجيش عليك واحد صيدليه اي الم تروح مديله اي مسكن او كده، ممكن يدخل في كومبليكيشنز وانت تبقى عملت له تسكين للالم ويدخل في كومبليكيشنز بدون ما فانت تبقى عارف الالم ده. ربنا خلق الالم عشان تبقى انت عارف الالم ده من ضمن العلامات اللي انت تحدد بيها الاسباب عشان تقدر تنقذ الشخص ده. فلما يقول لك الم ويقول لك بعد الاكل ويقول لك في خلال 1 ل 4 ساعات، يبقى لو دخل عليك يقول لك انا بقالي 5 ساعات 6 7 ساعات، ده انت تلحقه على طول في المستشفى، لان هو هنا في مرحله الكومبليكيشنز. ليه؟ لان عدى 5 ساعات على الالم ده واستمر معاه. طب لو عدى 4 ساعات والالم اختفى يبقى ما دخلش في مرحله الكومبليكيشنز، يبقى تنصحه تروح المستشفى ايضا او لاي دكتور علشان يبدا يعمل له اشعه ويشوف مدى خطوره الحصوات دي، ويشوف هيبدا يتعامل معاه جراحه ويبدا يتعامل معاه ازاي. طالما الاعراض اختفت والاعراض اختفت في خلال 4 ساعات يبقى الشخص ده اترحم من حته الكومبليكيشنز. طب ايه هي الكومبليكيشنز؟ الكومبليكيشنز يا جماعه ان البايلوريكوريك دي الالم ده يستمر اكتر من 5 ساعات، يبقى عنده فيفر، يبقى عنده ريزيستنت تاكيكارديا، يبقى عنده هايبوتنشن، يبقى عنده جوندس. دي الاعراض بتاعه الكومبليكيشنز. الكومبليكيشن يا جماعه الكومبليكيشن دي بتظهر في حالات ايه؟ في حالات اللي بيعمل بقى ايه؟ بيعمل كولي سيستايتس يعني التهاب بقى، يعمل انفلاميشن في الجول بلادر، يعمل كولي انجيتس الضغط بتاعتها يحصل فيها الانفلاميشن، بيعمل اكيوت بانكرياتايتس لان الحصوات دي هتقفل الضغط اللي انا قلت لك عليها، فهتمنع البنكرياتيك جوس ان هو يعدي، فتعمل اكيوت بانكرياتايتس زي ما شرحت لك وقلت لك من ضمن اشهر اسباب الاكيوت بانكرياتايتس شرب الكحولات والجول ستونز. يبقى دي الكومبليكيشنز اللي الشخص هيخش فيها. هلحقه ازاي؟ هلحقه بجراحه، ان انا اعالج، ان انا اروح واقول له هيعمل ايه؟ استئصال للجول بلادر، حاجه بنقول عليها كوليسيستكتومي يعني استئصال للمراره، فهيجي يستأصلوها وزي ما احنا شايفين في الصوره دي هتبقى موجود فيها الحصوات المراريه. طيب نفترض ان الشخص ده عنده عمل اشعه بظروفها والدكتور وجد عنده حصوات مراريه وما عندوش اي اعراض، يبقى ده من النوع اللي هو اسيمبتوماتيك. ممكن الدكتور يتعامل معاه ازاي؟ هيتعامل معاه ان هو ممكن يديله دواء يسمى اورثوديوكسيكوليك اسيد، وده دواء كده منفرد في المجموعه بيدوه للناس اللي عندهم حصوات مراريه او اضطرابات في المراره وبيبقى عندهم الاعراض بسيطه، او بيبقى الناس دول ما بتظهرش عليهم الاعراض ولكن اتشخصوا ان هم عندهم حصوات مراريه، بيدوهم الدواء ده يا جماعه اللي هو ايه؟ اورثوديوكسيكوليك اسيد او اورثوديول. عندنا براند كده مشهور اللي هو الاورثوفالك او الاورثوجول عندنا في مصر، او الاورثوفالك، الاثنين دول مشهورين جدا. والاورثوديول ده اصلا اسم براند، اول ما ظهر براند هو باسم اورثوديول، ولكن في امريكا بيعتبروا الاسم ده جينيريك نيم، يبقى الاسم ده اسم علمي والاسم ده اسم علمي، الاثنين اسماء علميه، ولكن ده اول براند اتعمل كان باسم اورثوديول. يبقى اورثوديول او اورثوديوكسيكوليك اسيد خلينا نعتبرهم الاثنين دول اسماء علميه، لان في الكتب بتاعت امريكا هتلاقيهم كلهم بيتكلموا بالصيغه دي، بصيغه الاورثوديول. في اي دوله في العالم ثانيه بيتكلموا بصيغه الاورثوديوكسيكوليك اسيد كبراند ايه؟ كجينيريك نيم، مش كبراند، كجينيريك نيم. ولكن خلينا اقول لك ان الاسم العلمي الحقيقي هو اورثوديوكسيكوليك اسيد، واول براند اتعمل باسم اورثوديول. طب الاثنين دول يا جماعه ايه الاسماء دي؟ هو اسمه مركب من البايل اسيد، اسمه مركب من البايل اسيد طبيعي موجود في الهيومن بايل، موجود عندنا بشكل طبيعي ولكن بكميات قليله، ولكن في انواع من انواع الدببه موجود عندهم بكميه كبيره، وده اللي بيستخلصوا منه الدواء. الماده دي اول ما استخلصوا من نوع معين من انواع الدببه، عندهم المركب ده في البايل بتاعهم كميته كبيره قوي، ولكن المركب ده عندنا بكميه بسيطه. المركب ده حلو قوي، يعني البايل يا جماعه البايل اسيدز دي انواع كتيره، ده نوع من انواع البايل اسيدز طبيعي موجود عندنا بكميه قليله، ولكن هو يعني موجود في انواع من الدببه بكميه كبيره، وده من الحاجه الحلوه ان هو يبقى موجود بكميه كبيره، فبالتالي ابتدوا يعملوا لنا
بره كده في صوره منتج او في صوره دوائيه عشان الناس يبداوا ياخدوه. طب هياخدوه يعمل لهم ايه؟ لما ياخدوا البايل اسيد ده هيعمل لهم ايه؟ هيعمل لهم حاجتين مهمين قوي وينتج منهم حاجه. يعني اللي هينتج من الحاجتين دول هينتج منهم الاستخدام بتاعه. هيعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه يا جماعه الأورثودايول هيعمل ريجوليت للكوليسترول عن طريق حاجتين. اول حاجه بيقلل الانتستينال كوليسترول ابزوربشن، هيقلل امتصاص الكوليسترول ويقلل من كميته. هيقلل ان الكوليسترول اللي موجود في الليفر هيقلل السكريشن والسينثيسيس بتاعه، يبقى هيقلل صناعه الكوليسترول في الليفر وهيقلل السكريشن بتاعه، فبالتالي هيقلل تكوين الحصوات بتاعه المراره اللي المركب بتاعها كوليسترول. دي كده اول معلومه. تاني معلومه يا جماعه ان البايل ده من النوع الهيدروفيليك، يعني من النوع اللي الكوليسترول هيدوب فيه قوي. ان النوع اللي الكوليسترول هيدوب، مش انا قلت لك الكوليسترول بيدوب في البايل اسيد؟ اهو النوع ده من البايل اسيد ده بيخلي الكوليسترول يدوب كويس قوي، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيبدا ان هو يدوب، ممكن ان هو يدوب الحصوات المرئيه ويخلي الفلويد بيبقى الفيسكوزيتي بتاعته قليله. يبقى البايل نفسه اللي هو السائل اللي في المراره ده هيخلي الفيسكوزيتي قليله، لان المواد اللي مش دايبه قوي هتدوب قوي ويحسن البايل فلو، وممكن كمان يدوب شويه من الحصوات المراريه. يبقى من 1 و2 نستنتج ايه؟ نستنتج ان هو هيقلل الكوليستيزيس. يعني ايه كوليستيزيس؟ يعني الركود المراري. الركود المراري يعني انا عندي دلوقتي سائل له فلو معين، له اتجاه معين في الفلو، بيمر كده وبينزل كده في السمول انتستين. لو حصل ركود يعني ان السائل ده ما بقاش ينزل زي الاول، الفيسكوزيتي بتاعته بقت عاليه، فلما يحصل له ركود يبدا يكون حصوات مراريه. لا، ده انا هقلل عمليه الركود دي. بقول عليها ايه؟ بيقلل الكوليستيزيس، كمان بيمنع الفورميشن، وكمان بيعمل بروموت ان هو يدوب الكوليسترول containing gallstones اللي هي الحصوات المراريه اللي تحتوي على الكوليسترول. وده اشهر انواع الحصوات المراريه، في انواع اخرى نادره ولكن ده اشهر الانواع. في الانواع الاخرى طبعا مش هيبقى مناسب قوي ان انا استخدم الادويه دي، ومفيش ادويه ثانيه للانواع الاخرى. طب نيجي نتكلم على الانديكيشنز. ده بيستخدم مع ايه بقى؟ مع الناس اللي عندهم كوليلايسايسيس اللي هو حصوات المراره، الناس اللي عندهم برايمري بايلري كولي انجيتس اللي هو التهاب في القنوات المراريه، والناس اللي عندهم كوليستيزيس اللي هو الركود المراري. وزي الكوليستيزيس ده بيبقى موجود في انه بيشنتس بالظبط، بيبقى موجود من الناس عندهم سيستيك فيبروزس، الناس اللي هم الاطفال اللي لسه مولودين، البريجننت وومن. يبقى الاطفال اللي لسه مولودين كده ممكن يبقى عندهم كده نوع، يعني عندهم كده ممكن يبقى عندهم ركود في الصفرة، وفي نفس الوقت نحس ان هم عندهم كمان اللي هو الصفرة اللي هو البيليروبين زياده، يبقى عندهم ركود في بعض الاطفال اللي لسه مولودين، بنلاقي عندهم كده البيليروبين عندهم زياده في اسباب كتيره، فبيبداوا ياخدوا جلسات في الحضانه تحت الضوء وكده، وما فيش بيبقاش في نتيجه. فممكن الدكتور يوصف لهم الاورثوجول، الحاجات اللي هي الشراب للاطفال دي، ويبدا ان هم يخفوا. ليه؟ لان هم كان عندهم ركود مراري، لان المراره دي من ضمن السائل المراري اللي هو البايل ده من ضمن وظائفه ان هو بيتخلص من البيليروبين، فبالتالي الركود المراري ده اتحسن، فبالتالي ابتدى الناس دي تتحسن. دي معلومه مهمه حابب ان انا اقولها لك قبل ما ننهي حديثنا عن الحصوات المراريه والجولستونز. في ايضا دواء بيحتوي على زيوت عطريه او زيوت طبيعيه اللي هو الرواكول. الرواكول ده من المنتجات المشهوره جدا جدا، بتحتوي على زيوت. هذه الزيوت قد تساعد ان هي تدوب او تحسن من الحصوات اللي هي بتحتوي على الكوليسترول وتدوبها. ده بيبقى من ضمن الحاجات اللي هي زي العشبيه بالظبط، ولكن هو موجود ومتاح في الصيدليه. ده بالنسبه ولكن ميكانيزمات بالظبط مفيش اي ميكانيزمات للدواء ده كده يا جماعه. يبقى احنا انتهينا من موضوع الجولستونز. قبل ما ننهي حديثنا خالص عن شابتر الجي اي تي، حابين ان احنا نقول موضوع مهم قوي اخر لا يقل اهميه عن الجولستونز ولا يقل اهميه عن اي موضوع في الجي اي تي، هو الابندسايتس. الابندسايتس ده اللي هو التهاب الزائده الدوديه، اللي هو الزايده بنقول عليه بلغه بسيطه. ده الزايده، واحد عنده الزايده او عمل عمليه الزايده، والكلام ده كله مهم قوي انك تعرفه، وتبدا ان انت ايه اول ما تشوف حاله زي كده تبدا توجهها صح في الاول، لان انت ممكن تنقذ حياته. ابندسايتس يعني ايه؟ يعني انفلاميشن في الابندكس. الابندكس دي اللي هي الزائده الدوديه. فين الزائده الدوديه دي؟ ده كده مكان كده في القولون كده يا جماعه، اللي هو اول مكان كده في الكون بيبقى فيه كده زائده دوديه كده، هي الزائده دي. بيقولوا ان الزائده دي وظيفتها ايه؟ مفيش اي معلومه حقيقيه او وظيفه حقيقيه او وظيفه دقيقه ان انا اقدر اقولها لك ليه وظيفه الزائده الدوديه. مفيش وظيفه، يعني ايه؟ في وظائف كتيره كافتراضيات، ولكن مفيش حاجه دقيقه اقدر اقولها لك. ممكن في ناس اصلا بتقول ملهاش اي وظيفه، لذلك ان انت ممكن لما تشيلها تعيش عادي بدون اي مشاكل خالص ولا تحس باي مشاكل. بيقولوا ان في ناس اخرى بتقول ان بيبقى دي ضمن المكان اللي بتجمع فيه البكتيريا
البكتيريا بتاعه النورمال فلورا، ولكن البكتيريا هنا بيبقى تركيزها عالي قوي قوي، والتركيز البكتيري هنا فيها عالي قوي قوي. ده من ضمن الكلام اللي بيتقال. طيب ده بالنسبه للزائده الدوديه. بصوا يا جماعه، في بعض الناس كده فجاه يحسوا بانفلاميشن في الزائده الدوديه، اللي هو التهاب، بنقول عليه التهاب في الزايده. الزايده ده يا جماعه لما يجي له التهاب في الزايده بيحس بالم شديد جدا. الالم ده بيبقى ايه بقى؟ بيبقى رايت لور ابدومينال بين، بيبقى في المنطقه اليمنى السفليه. اما لو في العلويه يبقى ايه؟ يبقى حصوات مراريه، الجول ستونز اللي لسه ناهيين الكلام فيها، وحطينا خط تحت رايت وخطين تحت ابر. هنا بنحط خطين تحت لوير. يبقى انا عندي دلوقتي الم في الجهه اليمنى العلويه، يبقى ده جول ستونز. عندي الم في الجهه اليمنى السفليه، يبقى ده ايه؟ ابندسايتس، اللي هو ايه؟ التهاب في الزائده الدوديه. الالم ده بيزيد مع الحركه، مع حركه الرجلين. لو جه ورفع رجله هنا وتناها، والرجل هنا اتنت، المفصل ده اتنى كده ورفعها لفوق، يحس بالالم. وهو طالع السلالم وهو ماشي يحس بالالم زياده قوي. لو جيت مسكت رجله اليمنى وجيت ضغطتها على بطنه، او ضغطت على المكان ده ببطنه، يحس بالم شديد جدا، مع اعراض اخرى زي نوزيا وفومتنج، وايه؟ ان الشهيه بتاعته تبقى قليله. هنا بقى لازم الشخص ده تلحقه فورا. ممكن تديله مسكنات قويه في الصيدليه والالم يخف، وفي نفس الوقت يحصل انفجار لهذه الزائده الدوديه بدون ان هو يشعر، ويخش في مضاعفات وممكن يبقى مميته او يدخل في حاله الوفاه. ده يا جماعه مهم قوي. يبقى الالم ده ربنا خلقه لنا علشان كساين، علامه ان احنا نقدر نوجه بيه الشخص ده. يبقى في الم هنا تقدر توجهه صح، يروح لأقرب دكتور جراحة أو أقرب مستشفى إن يشوف يتم تشخيصه بسرعة علشان يمنعوا انفجار هذه المرارة. الانفجار ده بيتم إيه؟ بيتم إن هنا يا جماعة بيبقى فيه انفلاميشن. بعد ما يبقى فيه انفلاميشن يبدأ يتكون صديد، مع لوجود بيقول إن فيه بكتيريا كتير قوي هنا، بيبقى يتكون صديد. الصديد ده مع الانفلاميشن والزيادة هنا بيبدأ يحصل انفجار. الانفجار ده بيبقى البكتيريا تنتشر، وبيبقى فيه بيحصل بقى حاجة اسمها سيبسيس، اللي هو بقى سيستميك انفكشن بقى. والسيستميك انفكشن ده يبدا يدي الاعراض والفيفر بقى، ويخش بقى في تاكيكارد، يخش في ارتفاع درجه حراره شديد، ويخش بقى في سيبسيس، وممكن يبقى مؤثر على حياته. لذلك اول ما يعرفوا ان عنده التهاب في الزايده الدوديه يبداوا يدوه اي في انتي بايوتكس، مضادات حيويه قويه عن طريق الوريد، حتى لو لسه ما انفجرتش، لذلك عشان يحموه من حته السيبسيس لغايه لما العمليه تتم وايه ويتم. ولو انفجرت منهم بيبداوا ان هم يلحقوه بقى، بيدوا له قرص كبير من المضادات الحيويه وتحت العنايه المركزه عشان يبدا يرجع، يبداوا يشيلوا منه الانفكشن اللي حصل ده والسيبسيس اللي حصل ده واحده واحده لغايه لما يبدا يرجع لحياته الطبيعيه مره اخرى. دي يا جماعه من ضمن الحاجات اللي حابب ان انا اوضحها لكم، او ان انا انهي بيها جزء الجي اي تي. كده يا جماعه يبقى احنا انتهينا من جزء الجي اي تي. اتمنى يا جماعه ان الجزء كله، مش فقط حلقه النهارده، ان الجزء كله يكون نال اعجابكم ورضاكم. واي استفسارات ممكن تسيبوها لي او تعليقات تسيبوها لي، بحيث ان احنا نشتغل بيها في الاجزاء القادمه ان شاء الله. كان معكم دهشان حسن دهشان، واشوفكم في جزء جديد، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.